ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك وتسيبي لي اشتراك وكمان تسيبي لي كومنت حلو منك. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده. كده هنعمل مع بعض الصابون السائل في البيت. بصوا انا استخدمت الصابون ده او نوع الاكياس دي اللي هو السوبر لوكس. تعالوا نشوف الطريقه بتاعتنا ايه. جربي الطريقه بتاعتي دي وبجد هتدعيلي. اول حاجه كده عندي كده كوبايه من البريل. دي كوبايه من بريل فيبا، كان اخر شويه عندي ف استخدمت يعني كده. فضيتها على كميه كبيره كده من الميه وسبتها. عندي كده بلاستيكه تانية هنزل فيها ده. فتحت انا الكيس بتاع السوبر لوكس، لقيت جواه الكيسين دول اللي هو العجينه والملح. اول حاجه نزلت بيها العجينه. هبتدي كده الفها كده بالمضرب آه لحد كده ما لونها يغير وتفك معايا. بعد كده هنزل عليها الملح بتاعها. جربوا الطريقة دي وبجد بجد هتاخدوا الصابون سائل بجد خطير. بصوا بعد كده نزلت بالكمية التانية. اهم حاجة ان احنا نضربهم كويس بحيث ان احنا نخلطهم كده خالص، وكمان هنقعد نقلب فيهم لحد ما الملح بتاعنا يدوب. وننزل بالمية بالتدريج، المية اللي احنا فضينا عليها البريل اللي هي الكوباية، ننزل عليها بالتدريج شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام. هتلاقي انت بتقلبي بيتفاعل معاكي. نقعد نقلب لحد ما زي ما قلت لكم الملح بتاعي يدوب خالص وما يبقاش موجود. يختلط تماما بالعجينة بالمية اللي احنا بنضيفها. اول ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه تعالوا نشوف هنضيف ايه تاني. انا استخدمت النهاردة زيت جونسون علشان يرطب لي الايدين، بحيث انتوا بتغسلي المواعين ما تحسيش ايديكي بتبوظ بسرعة. كمان استخدمت كده شوية كده صغيرين، حبة صغيرين حوالي ملعقة يعني من الكربوناتو. تقدروا تشتريها من اي عطار متوفرة يعني وكده. ليه انا حطيت الكربوناتو؟ انا حطيتها علشان هتخلي البريل بتاعك تقيل. مهما تزوديه ميه هيبقى تقيل، هيحط معاكي كميه كبيره يعني مش كميه صغيره. يعني مهما تزودي في الميه هيبقى تقيل ويرغب معاكي. فعشان كده انا حطيت الملعقه الصغيره دي من الكربونات. آه، بس هبتدي كده اقلبهم شويه هنا بعد ما خلطتهم كده بالميه. اقلبهم شويه لحد ما كل المكونات تختلط ببعضها. وطبعا لازم هنسيبهم لمده ساعتين، اقل حاجه ساعتين، لحد ما الخميره اللي جواها تختمر وكله يختلط علشان يرغب معايا. ده الكيس اللي انا استخدمته، هسيبهم لمده ساعتين كاملين. بعد كده هبتدي يعني هرجع كده واستخدمهم. تعالوا نشوفهم بعد ساعتين. بعد ساعتين بصوا الرغاوي هديت. بصوا القوام، شايفين تقله عامل ازاي؟ بجد كان تقيل جدا لدرجة ان انا ما كنتش عارفة افضيه في العلب بتاعته. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا تقيل جدا جدا وطبعا بيرغي جدا. وانا كمان هجربه معاكم في الفيديو علشان تتأكدي يعني من المنتج. بصوا شايفين شوية دول اللي في البلاستيكة. دي اول حاجه، دي الكميه اللي طلعت معايا. بصوا طلعت معايا جيركنين، جيركن فيبا والجيركن البريل والازازه بتاعت الميه دي وازازه الصغيره. دول الكميه. بصوا شايفين شويه دول، شايفين هيرغوا ازاي. وتعالوا هما اللي هنغسل بيهم اصلا المواعين. بص انا ضفت قد ايه ميه. شايفين الرغاوه عامله ازاي؟ عشان بتجيلي كومنتات لما عملنا الكيس اللي فات بيقولوا لي ما بيرغيش وكده. جربي الطريقه دي بجد وهتدعيلي. هغسل بعد كده المواعين، شويه المواعين اللي موجودين يعني وكده. وبعد كده يعني عشان تتاكدي انه المنتج بتاعنا سليم كده 100%. بس هروح افضي شويه كده في البلاستيكه يعني اللي هي بغسل فيها البريل اصلا. وهغسل بعد ده شويه المواعين دول. عايزه اوريكم. بصوا شايفين كده كمان ان الحاجات لونها ابيض وكده، فمش مش واضح الرغاوي. يعني انتي لو بتستخدميها على حاجات يعني لونها كادم هتظهر اكتر الرغاوي. بصوا شايفين برضو الكوبايات. عايزه اقول لكم خلتلي الكوبايات بجد بجد بتلمع. وكمان لو انت عايزه تضيفي، يعني انت بتستخدمي مواعين كتير فيها ألمونيوم وستانلس والكلام ده، حطي مع العجينه شويه كده من آه، شويه من اللهلوبه
بجد كمان اللهلوبة حلوة جدا، بس انا استغنيت عنها لان انا حسيت البريل بتاعي كويس، ولو عاوزة اضيف يعني بضيف. بس فجربوا الطريقة دي وهتدعولي. بس اشوفكم في فيديو جديد.